السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ بقى عندنا بصوا حاجة جميلة جدا، عندنا شوية سمان بقى كده. يعني انصحكم لما تيجوا تعملوا ما تعملوش واحدة بس، لان واحدة بس لا 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 مش نافعة خالص. انا كنت عاملة واحدة بس لكل فرد، يعني قلت احنا مش بناكل كتير والولاد عندي مش بيبقى ليهم تقل يعني على اللحوم والحاجات دي. بصراحة بعد ما دقوه قالوا لي لأ، مش هينفع واحدة بس، لازم 2، 3 بجد جُمال جدًا يعني. بُصّوا، أول حاجة هنجيب السِمّان نغسله كويس جدًا، جدًا طبعًا، و وهنفتحه من ورا كده من عند سلسلة الضهر بالمقص. معلش أنا صوّرت الحتّة دي بس ما جاتش. أوكي، وبعد كده بقى هنعمل له إيه، التتبيلة بتاعته. أول حاجة هنجيب شوية لبن رايب كده أو زبادي، على حسب طبعًا الكميات اللي إحنا بنحطها في التتبيلة دي، طبعًا على حسب كمية السمان اللي أنا هاعملها. ودي معلقة صلصة طماطم، وعندنا كمان 7 بهارات. أوكي، و وعندنا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر. أوكي، ودول روزماري، ده روزماري أنا دايمًا باحب أحطه في الحاجات اللي هاشويها في الفرن يعني. هنقلبهم كويس جدًا، جدًا. وعندنا كمان دي بابريكا برضه علشان اللون اللي لقيته فاتح شوية، فقُلت إيه أحط معلقة بابريكا تدعّم اللون شوية، ومعلقتين زيت. هنخلطهم مع بعض كويس جدًا. وده الملح أنا كنت نسيت أحطه معلش. هنخلط بقى مع بعض كويس جدًا، وبعد كده هنجيب السمان بتاعنا و وهنتبّله كويس جدًا، جدًا بالخلطة ديّة. أنا كنت عاملاه من قبلها بيوم يعني، و وبيّتّه في التلاجة وعملته تاني يوم. آآ أحسن حاجة، أحسن حاجة علشان يعني أي حاجة هنعملها بتتبيلة، الأفضل إنها تبات في التلاجة، بتبقى أطعم بكتير وبتاخد من التتبيلة اللي إحنا عاملينها أكتر، وبتستوي أسرع، وبصراحة بتبقى أجمل بكتير. هاشيلها بقى، هاغطّيها طبعًا، مش هاشيلها في التلاجة كده، لازم نغطّيها، تحطّيها في شنطة، تحطّيها في علبة، زي ما أنتِ عايزة. ده كده تاني يوم أنا عملت مَيّة مغلية وحطيتها في الصينية، وحطيت معلقة خل علشان الصينية بتاعتي ما تغمقش، ورق لورا وحبهان، وحطيت الشبكة بتاعتي وعليها السمان، وقفلت عليها كده، وهادخّلها بقى تحت الشواية. السمان يا جماعة هو كده، كده مش بياخد سِوَى، هندخّله تحت الشواية على طول، وطبعًا أنا هاسيب الباب مفتوح علشان عندي الشبكة بتاعتي ليها إيد كده، فمش هينفع الباب يتقفل. أوكي، أنا هنا بقى هاعمل شوية رُز عقبال السمان إيه ما يستوي. فأنا عندي الولاد بيحبوا أوي الألوان والحاجات دي، وأنا كمان باحبها. وكان حد كمان من صحابي يعني سألني على موضوع الرز اللي هو كل رُزاية لون ده، طب إزاي يعني؟ إحنا هنعمل الرز عادي جدًا، جدًا، وهنسيبه يتشرب المَيّة بتاعته، و وهنغطّي عليه شوية، وبعد كده إحنا إيه بنفتح، ممكن بندّي له سِنّة مَيّة. سِنّة المَيّة دي بقى هنحطها في الألوان بتاعتنا. أنا جِبت 4 ألوان من كل لون كده نقطة، ألوان غذائية طبعًا، وكل لون حطيت عليه معلقتين مَيّة إيه سخنة، وحطيته كده لوحده زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا أهو بادلقه كده زي ما أنتم شايفين كده لوحده. أوكي، وهاغطّي عليه وهاسيب الرز إيه يكمّل السِوَى بتاعه. هنا عندي أنا كنت بابُص على السمان، هو خلاص أهو كده تقريبًا قرّب يستوي. بُصّوا أخد لون جميل أوي. أوكي، هنعمل بقى شوية دقوس كده معانا طماطم، آآ حبّتين طماطم أو 3 على حسب الكمية برضه اللي إحنا عايزينها، وفلفل أخضر وبقدونس وخل وليمون وملح، و وكزبرة كمان معانا، كزبرة ناشفة، كمون. هنضربهم في الكبة بتاعتنا، مش بنضربهم جامد، وملح طبعًا. مش بنضربهم جامد، لازم بيبقى إيه ضرب خشن كده شوية. أنا عملت الشوية دول
حطيت نصهم والنص التاني حطيت عليه فلفل حراق عشان تبقوا حراقين، يبقى جزء حراق وجزء مش حراق. هنا عندي اهو السمان استوى. انا هعمل ايه؟ هحطه بقى في الطبق بتاعه او في صينية، اي حاجة يعني زي ما انتوا عايزين. وهعمل له فحمية. الفحمية هتخلي طبعا ريحته تحفة جدا جدا، كأننا شاوينه من الألف للياء يعني على الفحم. اغطيه كده عشان ياخد ريحة الفحم. اوكي اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ده الدقوس. انا زي ما بقول لكم انا خدت شويه كده مش حراقين وزودت عليهم فلفل حراق، ودول الشويه اللي حراقين، وشويه ملوخيه خضراء. وادي الرز اهو، بعد لما باجي اغرفه بقلبه كله ببعضه، فبتبقى الرزايه حبايه وحبايه، كل حبايه لون مختلف عن التاني، بيبقى شكله جميل قوي الصراحه. والولاد الصغيرين بيحبوا قوي قوي الحاجات ديت يعني. جربوه بالطريقه دي. الف هنا وشفا.